السلام عليكم. إليكم تلخيص مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني. أرجو أن تساعدوني بتطوير هذه القناة. معكم أسماء، اسمي أسماء، أفعل متابعة. هذا ليصلكم كل يوم موعد كره القدم في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025. واجه المنتخب البرتغالي نظيره الإسباني في مباراة مثيرة ومليئة بالتوتر. انتهت المباراة بالتعادل 2-2 بعد وقت إضافي مثير، حيث أظهر كريستيانو رونالدو تألقه بتسجيله هدفين للمنتخب البرتغالي. سجل اللاعب زوبيميندي هدفاً لإسبانيا، تلاه هدف آخر من أويارزابال، مما جعل الأجواء متوترة حتى اللحظة الأخيرة. في ركلات الترجيح برز الحارس سيلفا كوستا بتصديه لركلة جزاء اللاعب موراتا، مما منح الأمل للبرتغاليين. توج كريستيانو رونالدو منتخب بلاده باللقب بعد فوز البرتغال 5-3 في ركلات الترجيح وسط احتفالات عارمة. هذه اللحظة كانت بمثابة تتويج لجهود المنتخب البرتغالي، وأثبتت قوة الروح الجماعية والتصميم. في ختام المباراة أصبح كريستيانو رونالدو أسطورة في تاريخ كرة القدم البرتغالية، مرفوع الرأس بعد الأداء الرائع. أثرت هذه المباراة في قلوب المشجعين، حيث كانت تجسيداً للروح الرياضية والعزيمة التي لا تقهر.